السلام عليكم. يا رب الجميع يكون بخير. النهاردة نعمل زي ما انتم شايفين مع بعض كده كفتة الرز الجميلة البيتي، اللي معمولة كلها في البيت، ما عملناش حاجة عند الجزار خالص. شايفين جمالها وشايفين لونها وشايفين تماسكها. الكفتة دي انا عاملاها بلحم كندوز عادي. هنبدأ في الأول. الرز طبعا أنا غسلته، بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو غسلته كويس وفردته على فوطة وسبته لما نشف. بعدين هبتدي بقى أضربه في الفود بروسيسور أو أطحنه، يعني بمعنى أصح. الحقيقة أنا وأنا بطحنه طبعا الفود بروسيسور ما بتطحنش الطحن اللي احنا عاوزينه. وهنا في حاجه لكم يا بنات، ان انت لما تعملي الرز تطحنيه في البيت بيفرق تماما في الطعم وفي القوام الكفته عن ما تستخدمي رز مطحون. انا الحقيقه دايما بعمل كده، بس في مره كان عندي رز مطحون استخدمته، لا، فرق كتير قوي في الطعم. فانصحكم انكم تعملوا بالطريقه دي، الرز احسن. لان هو المفروض الرز ما يكونش زي الدقيق، المفروض يكون شويه محبب عشان تحس كده بطعم الكفته الجميله المصريه بتاعتنا. انا الحقيقه هنا اخدته عملته كمان في المطحنه بتاعت التوابل. يعني برضه عشان ما اطولش عليكم ما رضيتش ان انا اوريكم الجزء ده. المهم اتطحن ونخلته من المصفى اللي انتوا شفتوها دي، فنزل محبب رفيع قوي لكن مش دقيق. حطيت هنا اللحمه، انا عندي هنا نص كيلو، عملت عليهم كوبايتين الا ربع رز بالكوبايه بتاعت الشاي المج الازاز دي. هبتدي بقى احط التوابل بتاعتي. اهم حاجه في الكفته دي، الكفته او المصريه بتاعتنا دي بتحب قوي الكمون والكزبره. فانا حطيت كمون وكزبره وبابريكا وشويه كركم وشويه 7 بهارات صغيرين، يعني مش كتير. بعدين عندي هنا حزمه من بقدونس وحزمه كزبره وحزمه شبت. برضو الكفته بتحب الخضره الكتير، وكل الخضره اللي هي شبت بقدونس كزبره هي بتبقى جميله كده. وعندي هنا بصلايه كبيره، وعندي 5 أو 6 فصوص توم كبار. هخلط بقى كله كويس مع بعضه، نخلطه كويس قوي مع بعضه عشان لما نيجي نضربه في الفود بروسيسور يبقى الخلطه كلها مع بعضها. وحطيت طبعا ملح. هو يفضل انك تحطي التوابل والملح قبل ما تعجنيها. ممكن تعمليها في المفرمه، ممكن تعمليها في الكبه. انا عملتها في الفود بروسيسور نفس الشيء. ابتدي بقى احطها واطحنها او اعجنها في الفود بروسيسور. بعرف ان هي اتعجنت كويس لما الاقيها اتجمعت مع بعضها وعملت لي كتله واحده، دي معناها خلاص اندمجت مع بعض كويس قوي. انا نسيت اقول لكم، انا حطيت معلقه هريسه شطه عشان انا بحب الحاجه الحراقه. هنا شايفين قوامها منتهى الجمال. هكمل بقى الكميه كلها، واتمنى يا رب الفيديو يعجبكم، واتمنى ان انتم ما تنسونيش في اللايك. انا سبتها الحقيقه ارتاحت كده، غطيتها وحطيتها في التلاجة. سبتها بس حوالي ساعه. ابتدي بقى اصبحها. انا بدهن ايدي بحاجه بسيطه من الزيت واصبحها في ايدي، او اصبحها على الصينيه اللي انا بشتغل فيها عشان اضمن ان هي تطلع كلها نفس السمك. بقيت اعملها كده، ابرمها على الصينيه، بعجنها شويه في ايدي عشان كلها تتجمع مع بعضها حلو. اكورها وبعدين ابتدي بقى ابرمها على الصينيه علشان اضمن ان هي مش مشكله ان في قطع من الهريسه باينه، مش مشكله، بالعكس شكل الكفته كده بيبقى احلى. انما لما بتبقى كلها لون واحد مش عارفه، لا، بحس انها كده عجينه. لكن كده هي دي شكل الكفته المصريه اللي طول عمرنا بنعملها وتربينا عليها من صغرنا. نكمل الكميه كلها.
وابتدي انا بعمل الكميه كلها وبقليها كلها، وباخد اللي انا عاوزاه اطبخه، والباقي بحطه في كيس فريزر واحطه في الفريزر. الحقيقه الفكره دي بتبقى حلوه قوي قوي في يوم الزنقات، يوم تعبانه، يوم ماليش مزاج اعمل اكل، بتروحي مطلعه الكيس اللي انت شايلاه، ويا دوبك بتعملي شويه الصلصه وانتهى الموضوع على كده، وشويه الرز. يعني وقتها الاكله كلها مش هتكمل معاكي 10 دقايق. ابتدي بقى اقليها في زيت غزير، النار تكون متوسطه علشان اضمن ان هي تستوي من جوه ومن بره كويس. شايفين جمالها؟ اللي ان في ناس كتير تقول لك لا الكفته لازم بلحمه جملي عشان ما تفكش، ولا هتفك ولا حاجه. وانا هنا الحقيقه يمكن زمان كنت في بيت اهلي، كانت امي الله يرحمها كانت بتروح تجيب لحمه جملي، لكن انا هنا في مصر ما اعرفش حد بيبيع لحمه جملي، فعملتها طبعا باللحمه اللي عندي في البيت. ابتدي بقى اعمل الصلصه بتاعتها. برضو الكفته لازم يكون فيها توم. حطيت هنا 5 فصوص توم قطعتهم رفيع، وبصلايه برضو متوسطه قطعتها. انا هنا بوريكم التوم، حاطه التوم مع البصل. انا هنا مش هحمر، لانه الحقيقه عمليه التحمير والتسبيك ديت بتتعب المعده، وخصوصا لينا احنا الكبار في السن. لكن انا يعني مجرد كده ما احس ان ريحه التوم مع البصل بدات تظهر كده واشمها، ابتدي اكمل بقى الوصفه بتاعتي. انا هنا قطعت بطاطسايه كبيره، برضو بحب قوي قوي لان دي يعني من التراث بتاعنا ان احنا نعمل مع الكفته بطاطسايه. في ناس بيحبوا يعملوا كفته، بس مش مشكله زي ما انت عاوزه. قطعت البطاطسايه مكعبات وهقلبها شويه مع البصل والثوم، وبعدين ابتدي بقى احط التوابل. برضو لازم كمون وكزبره وبابريكا، بس مش هحط اكتر من كده. طبعا كميه التوابل حسب ما انت عايزه او حسب الكميه اللي انت بتطبخيها. هقلب برضو لغايه ما اشم ريحه التوابل كده الحلوه طلعت. احط معلقه كبيره من صلصه الطماطم او معجون الطماطم. انتوا شايفين ان انا حطيت معلقتين، لان الحقيقه المعلقه صغيره، فانا هي المفروض معلقه كبيره كفايه قوي. واقلبها برضو شويه، واكون ضربه الطماطم في الخلاط او بشراها. احطها برضو ونقلب شويه. انا مش هسيبها تتسبك ولا حاجه، انا هحط على طول. يا اما اذا عندك شوربه حطي، ما عندكيش انا حطيت مكعب وزودت ميه. والحقيقه لانه الكفته دي من لحمه كندوز فهي مش هتاخد سوا، فانا هسيب البطاطس تستوي شويه في الاول. بعدين لما لقيتها قربت خلاص تستوي، بحط بقى كميه الكفته اللي انا عاوزاها. دي الكميه كلها بتاعت النص كيلو. زي ما قلت لكم انا مش هحطها طبعا كلها، انا حطيت الكميه اللي هي هتكفي الطبخه. وهنا بقلب واغطيها. انا هنا ما رضيتش اقطع لكم الجزء ده، ما كنتش فاكره انه باين، اخدت واحده اكلها. هو الحقيقه بترجعنا لذكريات زمان لما امي وهي بتحمرها، كل واحد فينا يدخل يخطف واحده ويجري. والله وولادي كانوا كده برضو، يخطفوا واحده ويجروا. يعني كان نصها بيتاكل قبل الطبخ. انا يا دوبك خدت غلوتين وطفيت. بس شايفين لونها جميل ازاي ومتسبكه.